في إحدى المدن كان هنالك صديقان، أحدهما يملك بعيرا والآخر لا يملك. كانا يمشيان وقد نفد من عندهما الماء، فوصلا إلى بئر منعزلة لا يوجد فيها دلو لاستخراج المياه، فتبرع صاحب البعير بالنزول في البئر لجلب الماء على أن يساعده الآخر، وبالفعل لف حول وسطه حبلا ونزل في البئر، ملأ قربتيه الماء وربطهما بالحبل، فسحبهما صاحبه الذي طمع بالبعير، فأفلت الحبل بعد أن أخذ قربتيه الماء وولى هاربا، تاركا الرجل المسكين وحيدا في قاع البئر. احتار الرجل ماذا يفعل، فالبئر عميقة وفي منطقة شبه مهجورة. جلس مستسلما لقدره وقد حل الليل، كان القمر مكتملا، وعند انتصاف الليل اجتمع حول البئر مجموعة من الأشخاص. استغرب الرجل ما يحصل، لكنه التزم الصمت وأخذ ينصت لأحاديثهم التي عرف من خلالها بأنهم مجموعة من السحرة يجتمعون كل عام حول هذا البئر، يعرض كل واحد فيهم أعماله خلال السنة. قال أحدهم متباهيا أنه صنع سحرا لفلان جعله يخسر تجارته، قال آخر بأنه عطل زواج إحدى الفتيات، وقال ثالث أنه تسبب بموت فلان. تكلم الكل إلا ساحر عجوز كان صامتا يبتسم بخبث طيلة الوقت. سألوه عن أعماله فقال: أما أنا فقد قمت بعمل عظيم، لقد سحرت ابنة حاكم هذه المدينة وجعلتها تصبح مجنونة لا يستطيع أحد الاقتراب منها، لقد جلبوا لها أمهر الأطباء ولم يفلحوا في إعادتها إلى طبيعتها، لا أحد يعرف دواءها غيري. سألوه: وما دواؤها؟ أجاب: أن يرش عليها من ماء هذا البئر. أخذوا يضحكون ويتسامرون إلى أن لاحت الشمس في الأفق، عندها رحلوا. كان الرجل قد استمع إلى كل أحاديثهم وصمم على إنقاذ ابنة الحاكم إن قدر له الخروج من هنا.